حد بعت لي سؤال وبيقول لي انا بقيت بنسى كتير قوي، ما بقيتش عارف ان انا اعمل حاجات كتير بتبقى مطلوبة مني من كتر النسيان. مراتي بتطلب مني طلبات البيت، وكل ما بتيجي تطلبها مني بحس ان انا في حاجات كتير ببقى مش فاكرها، لا عارف اركز في شغل ولا عارف اركز مع عيلتي في البيت. وقال لي كمان في نص الكلام بتاعه انا حاسس بضغط كبير قوي ومش عارف اعمل ايه. طبعا ربنا يكون في عونك. لو انت او انتي حد بيحس بان هو مش عارف يركز وان هو بينسى بسرعة، ده عدم التركيز والنسيان السريع ده ممكن يكون لاسباب كتير. انا مش هتكلم على الاسباب العضوية. الاسباب العضوية دي حاجة ان احنا بتخلينا نرجع مثلا دكتور المخ والاعصاب، تخلينا ان احنا مثلا محتاجين ان احنا نرجع لاي حاجة ليها علاقة بمشاكل في وظائف المخ، ودي حاجة العلاج النفسي والمعالجين النفسيين بنسبة كبيرة مش هيقدر ان هو يساعدك فيها، لان دي بتكون قدراتي، ده قدراتي اللي مخليه ان انا دلوقتي ما بقتش قادر اركز زي الاول. ولكن الحاجه بقى اللي انا هتكلم فيها وهي الجزء اللي ممكن يكون ليه علاقه بالنسيان اللي قاله في كلامه في نص كلامه، وهو الضغط الشديد. هل الضغط الشديد ممكن يخليني ان انا مركزش كويس وانسى بسرعه؟ هل الاكتئاب ممكن يخليني ان انا مركزش كويس وانسى بسرعه؟ ايوه. هل الصدمات النفسيه ممكن تخليني ان انا مركزش كويس وانسى بسرعه؟ ايوه. هل القلق ممكن يخليني ان انا مركزش كويس وانسى بسرعه؟ برضو ايوه. ده بيكون ايه السبب ليه؟ مش ان هو عمل لي مشكله عضويه في دماغي، يعني مش ان القلق ولا الاكتئاب ولا الصدمات النفسيه اللي احنا بنمر بيها عملت لي مشكله عضويه في دماغي، لا ما بتبقاش كده. من شده الطريقه اللي احنا بنفكر بيها، من سيل الافكار اللي عمال يخش على دماغي، من كتر الضغط اللي انا بكون حاسه بيه. ده انا لو عندي ضغط وتسليم في الشغل احس ان انا في حاجات بتسقط مني. هل ده معناه ان انا عندي مشكله في دماغي مخليني ان انا بنسى بسرعه؟ الاجابه طبعا لا. لكن مجرد ما الضغط ده بيبدا ان هو يخف، بيبدا ان هو يقل من عليا، ابص الاقي ذهني رجع لوضعه الطبيعي، وبص ان انا الاقي ان مفيش مشاكل في التركيز زي ما كانت موجوده قبل كده. فالحل بمنتهى البساطه والاختصار عشان نكون فاهمين، اذا انا عندي مشكله في التركيز او ان انا بنسى بسرعه نتيجه مرض نفسي زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها، حل القصه دي هو علاج المرض النفسي، يعني علاج الاكتئاب، علاج القلق، علاج الصدمات النفسية، علاج الحاجات اللي بتوترني. لما الحاجات دي هتتعالج من غير ما نيجي ناحية فكرة التركيز دي تماما، أبص ألاقي ذهني بدأ يتحسن، لأن أفكاري السلبية بدأت إن هي تقل، لأن الطريقة اللي أنا بفكر بيها بدأت إن هي تتغير، لأن أنا ابتديت أتعلم إزاي أعرف أتعامل مع مشاعري من الزعل والخوف والقلق والغضب، مع إن أنا إزاي أعرف أتعلم إن أنا أتعامل مع كل ده، مع إن أنا أتعلم مهارات جديدة تساعدني إن أنا أكون بقيت أهدى، بقيت هادية أكتر، بقيت قادرة ان انا اتحكم في جسمي بشكل اكبر، بقيت ان انا قادرة ان اتحكم في افكاري السلبية بطريقة افضل. كل ده هيساعدني ان انا بعد كده يقلل من عليا مشكلة النسيان وعدم التركيز، من غير اصلا ما نكون جينا ناحيتها، من غير ما يكون العلاج النفسي عالج النسيان في حد ذاته. فلو انتي او انت بتحس بالنسيان او انعدام التركيز نتيجة مرض نفسي، ما تترددش ولو لثانية واحدة ان انت تحجز جلسة العلاج النفسي الاونلاين. ولو انت عايز تحجز جلسة علاج نفسي اونلاين، هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.